كتير مننا بيتعامل مع أول يناير كأنه زر ريستارت، بس الحقيقة اللي جوه دماغك في ديسمبر هو نفسه اللي جوه دماغك في يناير. يعني العادات مش بتتغير بالتاريخ، بتتغير بالمنطق اللي بتحكم انت بيه يومك. فعشان كده عايزين نتكلم على انك تخلي السنة الجديدة دي مش بداية، ولكن تخليها منظمة شوية في الوقت. السنة الجديدة مش لازم تبقى ساحة معركة، السنة الجديدة مدينة تحت الإنشاء وانت المعماري بتاعها. الواقع اللي تقدر تنفذه أهم من الحلم اللي بيستنزفك. في حاجات حلوة في الخيال بس قاتلة في التطبيق. مش كل اللي نفسك فيه مناسب للمرحلة اللي انت فيها. خلي السنة دي سنة قرارات على قد طاقتك، تغييرات صغيرة مستمرة، حاجات ممكن تتنفذ مش تتحط في صندوق الأمنيات. طيب ازاي تخلي السنة تشتغل لحسابك مش ضدك؟ ابدأ بالترتيب. اختار محور للسنة، مش 10 جوانب في وقت واحد، يعني يا رياضة، تعليم، فلوس، مهارة. اختار واحدة والباقي يدور حواليها. اتعامل مع الوقت كأنه موجة، في أيام هتعلى وأيام هتوطى. المهم إنك ما تنطش من المركب وتفقد العزيمة في إنك تكمل.